فكرت قبل كده ازاي اي موقع بيعرف يبعت الصفحة او الفيديو لجهازك انت بالظبط من غير ما يتلخبط ويبعتها لجهاز اخوك او جارك اللي قاعد جنبك وموصل على نفس الشبكة. السر كله بيكمن في بطاقة هويتك الرقمية اللي بنسميها الاي بي ادرس. النهارده هنعرف ليه العنوان ده هو العصب الاساسي لشبكة الانترنت. الاي بي ادرس او الانترنت بروتوكول هو ببساطة عنوانك الفريد في العالم الرقمي. تقدر تتخيله بالظبط زي رقم تليفونك. فمثلا مستحيل تتصل بأي شخص من غير ما تكتب رقمه. شبكة الإنترنت برضو مستحيل تبعت بيانات أو ملفات لجهازك من غير ما تعرف عنوانه بدقة لتحديد موقعك وسط مليارات الأجهزة. الشبكة هنا بتتعامل بنوعين أساسيين، البرايفت اي بي وهو العنوان الداخلي اللي بيميز كل جهاز جوه البيت والراوتر بيستخدمه لتوزيع البيانات بينهم، والبابليك اي بي وهو العنوان العام الموحد للراوتر واللي بتشوفك بالمواقع الخارجية والسيرفرات في العالم الخارجي. ومن الزاوية الفنية لإدارة الشبكات في مطب أمني خطير بيقع في ناس كتير، وهو كشف البابليك اي بي الخاص بسيرفراتهم أو شبكاتهم الداخلية بدون جدار حماية أو فايرول قوي. الثغرة دي بتفتح الباب مباشرة للمخترقين عشان يستهدفوا جهازك بهجمات حجب الخدمة أو الديدوس أتاكس اللي ممكن تشل شبكتك وتوقفها تماما عن العمل. عشان تفهم اللعبة ماشية ازاي في كواليس البنية التحتية الرقمية، أحب أقول لك إن عناوين الاي بي فيرجن 4 التقليدية اللي بنستخدمها حاليا بدأت تنفذ من العالم بسبب الانفجار الضخم في عدد الأجهزة الذكية المتصلة. عشان كده العالم كله بيمشي بسرعة حاليا نحو نظام الاي بي فيرجن 6 الجديد، وده بيوفر عدد عناوين فلكي يقدر يغطي احتياجات البشرية لآلاف السنين الجاية. في النهاية من غير الاي بي الإنترنت هيتحول نظام بريد عشوائي ملوش عناوين ومحدش فيها يعرف يوصل للتاني. قولي في الكومنتات، هل جربت قبل كده تبحث عن الاي بي بتاعك وتعرف مكانه ولا دي اول مرة تكتشف اهميته؟ اعمل لايك وسبسكرايب لان الفيديو الجاي هندخل فيه جوه عقل الانترنت ونعرف المترجم العبقري الدي ان اس بيشتغل ازاي.